الراجل شم الحجر بأنفه، على طول عرف إن في حاجة غلط في الحجر اللي قدامه واللي كان فيه لمحة جاد، فوقف الراجل العجوز بسرعة وقال له ما يشتريهوش. بس الراجل العجوز افتكر إن طالما الجاد ظهر شوية من الحجر يبقى أكيد هيكسب، فتجاهل كلامه تماماً واشتري الحجر من غير تردد، وطلب يقطع الحجر في ساعتها. لكن اللي طلع بعد التقطيع كان حجر عادي جداً. الراجل العجوز وقع على الأرض من الصدمة. بعدها صاحب المحل كان هيطرد الراجل العجوز. الراجل ما قدرش يقف يتفرج، بس اختار حجر بعينه وماسكه في ايده، وبعدين اخد الحجر للراجل العجوز وقال له ما يلعبش بالحاجات دي تاني. بشكل غير متوقع صاحب المحل بدأ يشتم الراجل، فقام الراجل وقال للناس إن الحجر اللي فات كان متعالج بالغرة، والغرض كان ينصبوا على الراجل العجوز وياخدوا فلوسه. وبعد شوية الحجر اتقطع، والمفاجأة إن قطعة جاد قيمتها 3 ملايين دولار فعلا ظهرت. بعد كده الراجل ادى الفلوس للراجل العجوز وقال له يلحق يعالج حفيدته، وطلع إنه جه المكان ده يدور على خيط يدله على أبوه، عشان كده كان مستخبي في محل البنت. وبشكل غير متوقع أول يوم جه حد يستفزهم، ولحماية شغل العيلة البنت قررت تتصرف بنفسها. بدأت تتحسس الأحجار بإيديها وفعلا اختارت حجر. بس لما الراجل شاف طريقة الخصم في الحكم اتأكد إن البنت هتخسر التحدي، فدخل بسرعة يمنعها. لكن البنت ما صدقتوش خالص، وفي الآخر البنت فعلا خسرت التحدي. وهي على وشك تمضي العقد الراجل قال إنه لسه ما شاركش في التحدي،